بيكون واضح ان هي حاسه ان في حاجه غريبه حصلت لها. ما بقتش بتشوف نفسها زي الاول، بقت اكتر شك في قيمتها، بقت حساسه. مساء الخير او صباح الخير او ازيكم، انا شهر شريف، انا لايف كوتش. ان شاء الله هنقول سيشن النهارده عن ليه بعض الستات بتفقد ثقتها بنفسها بعد الجواز والإنجاب. الحقيقة العادي إن البنات كتيرة بيبقى عندها إحساس بنفسهم واضح، عندهم أحلامهم، عندهم شغفهم، عندهم حضور واضح، ويمكن ثقة ملفتة بالنظر قبل، يعني ملفتة للنظر قبل الجواز. إنما بعد الجواز بيحصل تغيير داخلي كده، مش شرط الناس تحس بيه، إنما صاحبة الشأن أو الست بتحس بيه. بيكون واضح ان هي حاسه ان في حاجه غريبه حصلت لها. ما بقتش بتشوف نفسها زي الاول، بقت اكتر شك في قيمتها، بقت حساسه قوي تجاه النقد، اي كلمه تتقال تاخدها على قلبها. حست ان هي اختفت كده ورا المسؤوليات، بقت بتبص لنفسها وحاسه انها مش عارفه مين الست دي، بتسأل نفسها انا بقيت مين. ليه ما بقتش حاسه بنفسي زي الاول؟ ليه بقيت محتاجه تأكيد مستمر ان انا كويسه وان انا موجوده وان انا لسه حلوه؟ مشكله الحقيقه بتحصل لما الناس تفسر المشاعر دي بشكل سطحي. اصلها اهملت نفسها بعد الجواز، اصلها مش واخده بالها من نفسها، اصل الخلفه غيرتها. الحقيقة أعمق من ده بكتير. فقدان الثقة وخصوصا بعد الجواز والإنجاب كمان مش بيكون بسبب حاجة واحدة حصلت، إنما في تراكم نفسي وعاطفي وجسدي بيخلي الست بالتدريج تبدأ تبعد عن نفسها من غير ما تحس. وده مش بسبب إنها ضعيفة، التراكمات لكن بسبب التراكمات النفسية والجسدية والإنسانية العميقة اللي بتتعرض لها بهدوء وباستمرار. الكلمتين دول مهمين جدا، بهدوء وباستمرار خلال حياتها الزوجية. الأسباب، هنقول ليه الست بتفقد الثقة بنفسها. بعض الأسباب طبعا، أول حاجة إن دورها بيتحول من إنسانة لمسؤولة. بقيت مش مسؤول، بقيت مش إنسانة، بقيت دور، بقيت وظيفة. بتحول من روح لدور. انا كنت بنت، عندي مساحتي ان اكون نفسي، عندي وقت لنفسي، عندي وقت لحياتي، عندي وقت لشكلي، عندي وقت لاصحابي، عندي وقت لطموحي لاحتياجاتي النفسيه، عندي مساحاتي النفسيه، عندي هويه مستقله. كل ده بيتلغي اول ما اتجوز، يا اما مني، يا اما من اللي معايا، يا اما من الظروف. ابدا بقى احس ان انا دوري ما بقتش ست، ما بقتش بنت، بقيت عندي ادوار في حياتي بقت مسيطره عليا. بقيت زوجه، بقيت أم، بقيت مسؤولة عن بيت، برعى ناس، ربة منزل، مقدمة رعاية يعني. واحدة بشيل ضغوط نفسية يومية طول اليوم. مطلوب مني إن أحتوي وأصبر وأنظم وأتحمل، ومع الوقت أبص ألاقي نفسي اتخطفت واتنسيت جوه الأدوار دي. مشكلة بقى، أو الخطورة بتحصل لما أنا أكون كست موجودة لكل الناس بس مختفية عن نفسي، وما عنديش وعي أنا مين. ولو سألت أي ست في الوقت ده أنت مين، بعيد عن الأدوار الخدمية اللي أنت بتعمليها دي، مش هتعرف تجاوب، مش هتعرف تقول هي مين، مش هتعرف تقول أي حاجة. هتقول أنا أم، أنا زوجة، أنا موظفة، أنا بس أنت مين بره الأدوار دي كلها؟ لو اختفت مش بنعرف نجاوب. ده لأن إحنا مع الوقت بنفقد علاقتنا بذاتنا. فطبيعي لما نفقد العلاقة مع نفسنا تبدأ ثقتنا بالنفس تتآكل باستمرار وبهدوء. كل مستمر أو كل مكرر أو كل موجود دائم كده مؤثر، لازم يأثر عليا حتى لو بحاجة بسيطة. الحاجة التانية اللي بتخلي الست تفقد نفسها أو تفقد ثقتها بنفسها بعد الجواز، الإرهاق النفسي اللي مش بيشوفه الناس، اللي بياكل الثقة من غير ما نحس. الناس كلها بتفتكر إن الست بتتعب من شغل البيت، الحقيقة لأ. الإرهاق
الإرهاق الأكبر بيبقى من الضغط الذهني العاطفي، التفكير المستمر اللي الست بتبقى عايشة جواه. الولاد عايزين إيه؟ في حاجة ناقصة؟ الكل كويس؟ هعمل إيه بكرة؟ هحل المشكلة دي إزاي؟ جوزي اتغير معايا ليه؟ أنا مقصرة في إيه؟ الثقة بالنفس يا جماعة دي مش كلام إيجابي ولا تنمية بشرية كده نقعد نقول من نفسنا أنا واثقة في نفسي، لا. ده شيء محتاج طاقة نفسية وجسدية عشان اقدر احافظ عليها. لو الطاقة دي مش موجودة انا مش هبقى واثقة في نفسي. فالكلام الحقيقة مش كلام واقعي. لما اقول حاجة لازم اقول كلام ينفع اشتغل بيه على نفسي. ما ينفعش واحد منهك نفسيا ولا مرهق جسديا واقول له لو سمحت اتعلم تبقى واثق في نفسك، ويفضل يقول انا واثق في نفسي انا واثق في نفسي. ده مش doesn't make sense يعني. الحاجة التانية او السبب الثالث او الرابع مش فاكرة. لما الست لما الست تعيش سنوات في حياة مليانة ضغوط باستمرار، عندها قلة نوم، مسؤولياتها ما بتنتهيش، عندها حمل ذهني دائم، إحساس إنها لازم تكون قوية طول ال 24 ساعة. ده استعداد عقلي، ها، وتفكير يستهلكنا ببطء ويخلص علينا. فتلاقي الست تقول لك أنا مش قادرة أتحرك، مش قادرة أشيل إيدي من مكانها، مش قادرة أعمل حاجة وما عنديش رغبة. بتفقد حتى الشغف، لأن مع مرور الوقت بتدخل على حالة بنسميها البقاء النفسي. أنا موجودة مع الناس بس أنا مش حاسة بروحي. بالتدريج بقيت بفقد نفسي، بفقد إحساسي بوجودي، استنزفت جدا لدرجة إن الثقة بالنفس لازم تختفي. الإرهاق الكتير وخصوصا الذهني بيخلي الإنسان يشك في نفسه حتى لو كان ناجح جدا في وظيفته أو في وجودها كزوجة، ولو حتى محبوبة تبدأ ما تحس إن الكلام ده مش حقيقي، أنا مش كده. عشان كده بتكون المشكلة مش إن الست ضعيفة أو ضعفت، المشكلة إنها استنزفت وأنهكت لدرجة إن أنا قيمتي ما بقتش باينة. بقت زي الصورة الباهتة، صورة حلوة بس بقت باهتة. كمان من الأسباب اللي بتخلي الستات تفقد الثقة بنفسها بعد الجواز التغيرات الجسدية اللي بتحصل لها نتيجة الحمل أو الولادة أو الجواز نفسه، أو طريقة طبيعة الحياة اللي دخلت فيها بقت تأثر. الانفايرمنت بتاعتنا، البيئة اللي حوالينا بقت بتأثر علينا، فبقت بتأثر على صورتي الذاتية، تأثر على صورتي الذاتية اللي أنا شايفاها لنفسي. شكلي بيتغير، الوزن بيزيد، آثار الحمل بتبان، الإرهاق بيبان، التغيير الهرموني علينا، اضطرابات النوم. فتبدأ تتأثر نفسيا جدا عشان شكلها اتغير، عشان شكلها زاد، بطنها عليت، أي حاجة حصلت زيادة. خصوصا إن احنا دلوقتي في مجتمع بقى يرفع معايير الجمال، بقى يخلي معايير الجمال غير واقعية. مطلوب من الست تكون روعة وجسمها رائع 24 ساعة وجميلة 24 ساعة، اللي هو ازاي يعني؟ فالست تلاقي ان نفس جسمها اتغير، فطاقتها تقل، شكلها اختلف، فتبدأ تحس ان شكلي مش ده، انا مش ده. تبدأ تقارن نفسها بالبنت اللي كانتها زمان، البنت اللي كانت مش شايفة نفسها. مش انا البنت اللي كانت زمان، مش انا اللي اتجوزت، مش انا يوم فرحي، مش انا ايام خطوبتي. ونبدأ نربط احساسنا بأنوثتنا بالشكل اللي اتغيرنا ليه. التغييرات اللي حصلت دي تبدأ تأثر على نفسيتنا وعلى شعورنا بالأنوثة اللي هو احنا، رغم ان جسمنا حرفيا عمل مرحلة ضخمة جدا من عطاء وحياة لأطفال. احنا كنا بنبني أطفال وبنعطي طفولة وبنعطي أسرة، فتخيلوا ان ده كله مش متشاف. متشاف شوية زيادة في الوزن، علامات على الجسم، إجهاد، تغيير على شكل وشي. كل الكلام ده ما بيتشافش عشان لازم اكون قمر وجميله، والتغيرات اللي انا عملتها في حياتي ولا اللي بنيتها ولا الاسره اللي ببنيها دي انا مش شايفاها. المشكله مش في التغيير بقى، المشكله في الصوره اللي انا ببص بيها على نفسي. انا اللي بشوف نفسي متغيره، انا ما بقتش جذابه، انا انوثتي قلت، انا بقيت اقل من اللي فات. فتبدا علاقتي بنفسي تضطرب، واحس بقى ان انا مش مظبوطه. خصوصا وخصوصا لو حصل ان انا بيجي لي تعليقات بقى جوزي، العيله، الصحاب، انا
ابدا بقى ايه، حد بيجي لي نقد مستمر متكرر، بقارن نفسي او بتقارن، في تعليقات مش حلوه، بحس ان قيمتي بقت مرتبطه بالشكل مش بالعطاء ومش بالوجود. فدي نقطه هتكلم فيها تاني. كمان لما احس ان انا مش متشافه، لما العلاقه نفسها ما تبقاش سويه ومتقدره، التقدير يقل. عادة الستات ما بتحتاجش كلام كتير، بس بتحتاج تتشاف، يتقال ان تعبك متباين، ان انا عطائك له قيمة، ان وجودك في حياتنا له قيمة. فالسنين او الفترات اللي بعملها كست من الرعاية والاهتمام والتضحية والاحتواء وقلة النوم ما لقيلهاش تقدير، فابدأ عقلي يترجم اللي انا عملته ده كان غلط، او ان انا ست مش مهمة. فادخل في نقطة من عدم التقدير الذاتي بقى لنفسي، يعني احس انا بقى ان انا اللي ماليش قيمة. المشكلة بتحصل كمان لما انا ابذل مجهود ضخم وبدون تقدير ولو قليل، مش بقى تقدير مناسب، تقدير قليل للقيمة اللي انا بقدمها. ولما افضل ادي واحاول ادي واحاول اوري الناس اللي قدامي ان انا بدي من غير كلمة احتواء او اهتمام او كلمة طيبة، ابدأ كمان اقول يمكن انا مش كفاية. الحقيقة قلة التقدير بتخلي البني آدم يفقد ثقته بنفسه. عشان كده كنت بقول في السيشن اللي فاتت نقدر نفسنا، ما نستناش التقدير من اللي حوالينا، نفهم ان احنا اللي بنعمل الدور، ما نفضلش باصين في عينين اللي حوالينا ان احنا لازم نكون متشافين، ان احنا لازم نكون موجودين، هم يقولوا لنا احنا كفاية. طب لو ما قالوش ننهار ونتدمر. كمان من مساوئ العلاقة الزوجية لو حصلت وبتبوظ الثقة بتاعت الست في نفسها، والحقيقة ما نقدرش نلغي الدور ده، لأن العلاقة الزوجية علاقة فيها ارتباط روحي. الراجل ده له تأثير عليا وأنا ليا تأثير عليه. ما نحاولش نقلل ونقول إيه، لا مش مهم، لا هو مهم، بس احنا ما ينفعش نعتمد عليه اعتماد كلي، عشان بس نبقى واضحين. لما تتحول العلاقة بين الراجل والست من احتواء لتقييم، لأن دي هتهز الثقة طبيعي لما يبقى وجودي مرتبط باللي بعمله بس. البيت مترتب، عملتي اكل، العيال ذاكروا، طب نجحوا، انت كويسه، انت لسه حلوه، اهتميتي بنفسك، ما بتهتميش بنفسك، انت مالك عامله كده ليه؟ الطريقه دي من النقد، العلاقه بدل ما بتتحول من مساحه امان تتحول لمساحه تقييم، كأن انا في امتحان 24 ساعه مستنيه المدرس بتاعي ينجحني ويقبلني ويقول لي اتس اوكي. عشان نكون واضحين، دي حاجه، ده خلل في شخصيه الشريك، فما ينفعش نمشي ورا الخلل. ينفع نستوعب ان في خلل لكن ما نمشيش وراه. وكمان ما نعتبرش خلل اذا كنا احنا مقصرين في حق نفسنا. يعني افرضي ان اللي بيتقال ده حقيقي، يبقى انا محتاجه اراجع نفسي. مش كل الناس بتقول لنا كلام ممكن يكون بيتقال بطريقه مش لطيفه، بس ممكن جدا اخد منه فكره اعملها لنفسي. المشكله كمان مش في الامومه نفسها، المشكله بتبقى في طبيعه العلاقه اللي فيها نقد مستمر، اقلل من اللي بتعمله الست، السخريه، ودي حتى مع اولادنا بتبقى وحشه، اقلل من المجهود، مفيش دعم، مفيش احساس باللي اتعمل، مفيش تقدير للتعب. مع الوقت بقى يبدا يخلي البني ادم او الست تشوف نفسها بعيون قاسيه. الكلمه بتهد زي ما بتبني، فممكن انا اشوف نفسي بعينين قاسيه. نرجع لنقطه الامومه، ان اوقات الست بتنسى احتياجاتها الانسانيه مقابل شعورها بالتضحيه. والمشكلة دي بتحصل من أول الجواز، إني بنبسط، إني بدوب في الشخص، بحس إن أنا زوجة ما حصلتش، ولما أخلف أدوب في الولاد وأحس إن أنا أم ما حصلتش. غير الحقيقة إن في ثقافتنا الأم المثالية ما تعبش، ما تشتكيش، لازم تضحي 24 ساعة، ما بتحتاجش حاجة. فتتربى الست داخليا إن أنا أصلا لو طلبت حاجة لنفسي أنا أنانية، فتأجل راحتها وتهمل مشاعرها وتكتم احتياجاتها وتعيش شمعة تحترق من أجل الآخرين. إنما المشكلة الإنسان اللي بيفقد علاقته بنفسه، ما بيهتمش بنفسه، نفسه كمان بتفقده فتبعده، فيبقى إنسان ملوش هوية. لو أنا ماليش مش مهتمة أنا بنفسي، إزاي اللي حواليا يهتموا بيا؟ لو أنا نفسي بهمل نفسي، إزاي اللي حواليا يهتموا بيا؟ طبيعي لأ طبعا.
الذوبان في دور الام قوي، والذوبان في دور الست الزوجة قوي، ها، بيضيعك. الذوبان في الطرف الآخر يضيعك، الذوبان في العلاقة نفسها، الذوبان في العلاقة نفسها يضيعك، إحساسك بإنك لازم تفني علشان الطرف الآخر ينجح يضيعك. الناس بتحب الناجحين، الناس بتحب الموجودين. لما انت تتفني وتنجحي أعلى منك، هتكوني انت تحت، داون، أقل من العلاقة، ما تبقيش مهمة، وانت هدفك تنجحي العلاقة. كمان من الأسباب اللي بتفقد الثقة بالنفس في الجواز المقارنات المستمرة مع الآخرين، المقارنة القاسية بالسوشيال ميديا. السوشيال ميديا دي قاسية جدا لأنها مش حقيقية، خلت المشكلة مرعبة، لأن احنا بنشوف صورة خيالية للست، أم مثالية، أم سعيدة، بيت مترتب، جسم مثالي، علاقة رومانسية مع الزوج، حياة متوازنة ما فيهاش تعب، ولاد نضاف وبيلعبوا وسعداء. اللي هو ازاي اصلا كل دول مع بعض؟ ازاي؟ لازم يكون في خلل في نقطة وارجع اشتغل عليه، ويرجع في خلل في نقطة تانية واشتغل عليه، ومساعدة من نقطة من حد من بره علشان اقدر اكمل واطلع الصورة المثالية دي. انما الواقع ما بيقولش كده. الحياة الكاملة دي بتتصور ان مفيش حد بيصور خيباته، ولا بيصور غلطاته، ولا بيصور ضعف، كل الناس بتصور الحلو بس. فتبدأ الست تقارن حياتها التعبانة بلقطة مثالية أنا بصورها. فبتبص تلاقي نفسها انا اللي تعبانه وانا المجهده وحياتي مش زي اللي حواليا، ابقى انا اللي فاشله، ابقى انا اللي مش ناجحه، ابقى انا اللي مش سعيده، ابقى انا اللي حياتي مرهقه. المقارنه المستمره بتعمل حاجتين: اول حاجه بتفقد الثقه بالنفس، وتخلينا ما عندناش صفاء داخلي تجاه نفسنا ولا اللي حوالينا. فطاقتنا تبقى وحشه، طاقتنا تبقى حقده، طاقتنا تبقى مش بتبص للناس بتعلم، على قد ما تبقى نوع من الاستكتار. اشمعنى هم؟ غصب عني لاني بني ادم، غصب عني لان انا محتاجه اكون انا كده. ربنا خلقنا نبقى كده، ربنا خلقنا لازم نحب نكون احسن. فلما ببقاش عارفه، فببقى مش عارفه اعمل ايه، فاتعب، اتغاظ، اتضايق. كمان من اسباب فقد الثقه بالنفس بعد الجواز التضحيات المبالغ فيها، الذوبان المبالغ فيه، إني شمعة تحترق من أجل الآخرين، أدخل بفكرة إن الحب يعني أتنازل، فأتخلى عن وقتي وعن أحلامي وعن راحتي وعن اهتماماتي واحتياجاتي النفسية، وأحس بالفخر كده وبالثقة إن أنا بدي، أصل أنا وجودي في العطاء. وبعدين أكتشف بعد سنين إن أنا فقدت نفسي بالكامل، والناس كمان ما بقتش شايفاني، واقول الناس مش مقدرين تعبي، والناس ما قدروش تضحياتي. الحقيقة انا اللي بدأت، الحقيقة انا اللي ما فهمتش ان لازم اكون موجودة. اي زوج هيدور على الست اللي كان متجوزها راحت فين، اي ابن هيبقى عايز امه ناجحة وجميلة وحلوة، مش بس تبقى ماما، مش بس بتخدم، لكن تبقى موجودة بوجودها. فتلاقي الست ضاعت، ما بقتش عارفة ترجع لنفسها. كمان اضطرابات ما بعد الولادة وتأثيرها النفسي دي بتحصل، والحقيقة احنا عندنا في مجتمعاتنا بنتفه منها. عادي يا جماعة ان في اكتئاب ما بعد الولادة، قلق واضطراب هوية، انا هبقى ماما كويسة ولا لا، هبقى عارفة اكون ام وزوجة ولا لا، الادوار الكتيرة دي انا بقى في مسؤوليتي طفل هعمل بيه ايه، هتعامل معاه ازاي، لازم اخاف، الطبيعي ان اخاف. فاضطراب الهوية والحساسية النفسية دي بتحصل عادي جدا بعد الولادة، وابدأ احس ان انا وحيدة، ما حدش فاهمني، ما حدش قادر يفهم المشاعري، احس ان انا مش قادرة اسيطر على كل حاجة زي ما كنت بسيطر في الاول، مجهودي ضايع، مش عارفة انام كويس، في طفل في رقبتي. تقليل من المشاعر ده بيخلي الست تفتكر ان هي اللي غلط، ان مسؤولياتها ومشاعرها بالمسؤوليه ده ذنب، هي ليه يعني؟ يبدا يتقال لها ما كل الستات خلفت، ما القطط بتولد، ما امهاتك خلفت، ما كلنا ولدنا وخلفنا، اشمعنى انت؟ والله كل حد بيشوف المسؤوليات بطريقته وبقدرته وبوعيه، ما ينفعش نقيم الناس زي بعض ونقول ما كلنا عمل، لا ده مش مظبوط. كمان في نقطه عايزه اتكلم فيها،
قبل ما ادخل على ازاي نستعيد الثقة بالنفس. النقطة المهمة دي، لما بندخل العلاقات بهدف إنجاح العلاقة وإبهار الآخرين، أنا عايزة أبقى أنا أنجح العلاقة بغض النظر تستحق النجاح ولا لأ، وأبهر اللي حواليا بغض النظر يستحقوا الإبهار ولا لأ، فأنا ببقى طول الوقت بقوم بأدوار 10 أدوار في بعض عشان أكون أنا اللي ما حصلتش، واكون انا اللي مفيش زيي، واكون انا الزوجه والام والصحبه والصديقه والشريكه والام وكل الكلام الكتير اللي بيبقى مع بعض، اقوم بادوار كتير مش بتاعتي، اجي على نفسي مقابل نجاح الطرف الاخر الشريك، اجي على نفسي مقابل نجاح ولادي، اجي على نفسي مقابل رضا الاخرين من زوج لاهل زوج لاهلي، ابهرهم، ابقى طول النهار مبهره كده، انا موجوده عشان ابهر الناس واوريهم بصوا انا عامله ازاي، ابقى بسعى للرضا الذاتي عن داخلي من خلال اللي حواليا. دي مصيبه لوحدها. فدي، او ادوب في الشخص فالشخص يبدا يفقدني، ادوب في الطفوله في امومتي فالابن يبدا ما يشوفش مني غير ام، بعد ما يكبر ماليش دور اصلا، انا اختفيت لاني بقيت ماما بس. طيب، نرجع بقى ازاي الست تستعيد الثقه بنفسها. اول حاجه خلينا نكون حقيقيين ونفهم ان الثقه بالنفس تمرين، كانك بتربي عضله، ما بترجعش بين يوم وليله، وما بتبدأش بإني أهتم بشكلي وأخس وأرجع للشكل الخارجي، هي بتبدأ لما أتوقف إن عامل نفسي كمكنة مسؤولة عن إدارة بيت، وأشوف نفسي كإنسانة تستحق الحياة والنجاح. إحنا بنزعل لما ما ننجحش، ونبطل نجلد نفسنا إن إحنا لينا طلبات، نفهم إن إحنا محتاجين نشوف نفسنا ومحتاجين مساعدة في بعض الأحيان، نبدأ نستعيد إنسانيتنا بعيد عن الأدوار اللي بنقوم بيها. إحنا مش زوجة بس ولا أم بس، أنا زوجة وأم وصديقة وصاحبة وبني آدمة. أطلب دعم عادي من اللي حواليا من غير ما أحس بخجل ولا بذنب، أهتم بجسمي من غير ما أحس إنه عقاب عشان أخس بموت علشان أنا لازم أخس، أعامل جسمي بقلة حب لأنه تخن عشان هرموناتي اتغيرت. لما اكون في علاقتي مع شريكي لازم اكون واضحه معاه ان ده بيزعجني او ده بيضايقني، او انا بحس ان انت مش شايف المجهود اللي انت عملته، او بحس ان مجهودي مش متقدر. التعبير عن احتياجاتي بدل ما اكبتها واستنى ان هم يفهموا بنفسهم واعتمد على ذكائهم، ارجوكم ما تعتمدوش على ذكاء حد. افكر نفسي ان قيمتي بس مش في عطائي، قيمتي في وجودي. ولادي من غير ماما مش هيلاقوا ماما زيي، جوزي مش هيلاقي زوجة زيي، لازم يكون لو موجودة هيبقى عارف ان انا موجودة. احط حدود نفسية وصحية لنفسي من غير ما افهمهم اني بتخانق، احط الحدود في مكان الحب زي ما قلنا في سيشن الحدود، احط الحدود وانا واعية ان انا مش باذيكم، وانا بحط الحدود عشان بحبكم عشان العلاقة تكون صحية. ارجع لروحي بالتدريج من غير ما احس ان انا بتخلى عن مسؤولياتي، المسؤوليات اللي مش بتاعتي ممكن اخلي غيري يعملها طالما انا باخدها عنه. الست مش بتفقد نفسها فجأة بعد الجواز، الست بتفقد نفسها ببطء وهي بتحاول تكون بطيئة قوية طول الوقت. ما بتفقدش ثقتها بنفسها عشان ضعيفة، بتفقد الثقة بنفسها عشان بتدي أكتر من اللازم لحد ما تنسى نفسها وسط الجوازة، وسط العطاء، وسط الأمومة، تفقد نفسها وجمالها وروحها. الجواز والإنجاب رحلة نضج وحب وبنى حياة وبنى مستقبل، لكن من غير وعي ومن غير حدود ومن غير اهتمام بالنفس بتتحول لاستنزاف واستهلاك صامت لحياتنا. وأول خطوة عشان نقدر نستعيد بيها الثقة بنفسنا إن احنا نفتكر إن احنا بني آدمين. التعافي الحقيقي ما بيبدأش من تحسين اللي بره، التعافي الحقيقي بيبدأ لما أرجع لنفسي وبطل أجل حياتي انتظار للي حواليا يشوفوها، أشوف حياتي أنا الأول وبعدين هم هيشوفوها زيي. خلصت السيشن، نبدأ نشوف الأسئلة. اوكي.